أهلا بيكم. النهاردة هنشرح دليل بسيط ومباشر لبوابة مصر الرقمية، وهنعرف إزاي نخلص كل خدماتنا الحكومية بسهولة وإحنا في مكاننا. خلينا نبدأ بحاجة كلنا بنعاني منها. مين فينا بيحب يضيع يومه في طوابير طويلة ومشاوير للمصالح الحكومية عشان يخلص ورقة؟ بصراحة الموضوع مرهق جدا. طيب، تخيلوا معايا كده كل الخدمات دي تتعمل بضغطة زرار من غير ما نتحرك من مكاننا. الفكرة دي كانت حلم، لكنها دلوقتي بقت حقيقة. والحل ده هو بوابة مصر الرقمية. أول ما نفتح الموقع هنلاحظ إن التصميم بسيط وسهل، معمول مخصوص عشان أي حد يقدر يوصل للخدمة اللي محتاجها بسرعة من غير تعقيد. طب إيه هي بوابة مصر الرقمية دي؟ ببساطة شديدة هي منصة واحدة بتجمع كل الخدمات الحكومية في مكان واحد على الإنترنت. يعني بدل ما نروح لكل مصلحة لوحدها، كل حاجة بقت موجودة في مكان واحد. تمام. طيب إيه بقى الخدمات اللي ممكن نخلصها فعلا من البيت؟ يلا بينا ناخد جولة سريعة ونشوف. البوابة دي بتغطي تقريبا كل حاجة ممكن تخطر على بالنا. الخدمات متقسمة فئات واضحة جدا: أحوال مدنية، تموين، مرور، شهر عقاري. تقريبا كل حاجة ممكن نحتاجها هنلاقيها. من وسط كل الفئات دي خلينا نبدأ بواحدة من أهم الخدمات اللي بتمس كل بيت في مصر تقريبا، وهي خدمات التموين. يعني من خلال البوابة ممكن نعمل حاجات مهمة قوي، زي إننا نفعل بطاقة التموين أو نطلع بدل فاقد أو تقلف لو ضاعت، وممكن كمان نضيف أفراد من الأسرة. كل ده من غير ما نروح المكتب. نيجي بقى لحاجة تانية بتوفر وقت ومجهود كبير: ورق الأحوال المدنية. دلوقتي ممكن نطلب مستندات مهمة زي شهادات الميلاد أو وثائق الزواج أو حتى بدل فاقد للبطاقة، وكل ده يوصلنا لحد باب البيت. أما بقى بالنسبة لأصحاب العربيات فالخدمات دي هتوفر عليهم كتير قوي: تجديد رخصة العربية والاستعلام عن المخالفات ودفعها أونلاين، وحتى تقديم التظلمات. كل ده بقى ممكن يتعمل من مكاننا من غير ما نروح المرور خالص. وحتى الإجراءات اللي بنحس إنها صعبة ومعقدة زي التوكيلات والشهر العقاري بقت أسهل. ممكن نعمل أنواع توكيلات كتير أونلاين، والأهم من كده نقدر نحجز ميعاد في مكتب التوثيق عشان نروح في وقتنا بالظبط من غير ما ننتظر في طوابير. طيب، جميل جدا. بعد ما شفنا كل الخدمات دي، أكيد السؤال دلوقتي هو نبدأ إزاي؟ الموضوع بسيط جدا. الموضوع كله 3 خطوات مفيش غيرهم. هندخل على الموقع الرسمي ونختار افتح حساب، ونمشي ورا التعليمات ونملى البيانات المطلوبة. في دقايق بالظبط بيكون الحساب جاهز للاستخدام. بس قبل ما نبدأ نستخدم الخدمات، في كام نقطة وتحذير مهمين لازم نكون عارفينهم عشان نضمن إن التجربة تكون سهلة وما فيهاش أي مشاكل. مهم قوي ناخد بالنا من الشروط دي. يعني مثلا خدمة تجديد رخصة العربية أونلاين بتكون متاحة بس لو العربية مش مطلوب منها فحص فني. تفاصيل صغيرة زي دي مهم نعرفها عشان ما نبدأش في خدمة ونوقف في النص لسبب بسيط. ونيجي لأهم نقطة: الأمان. بياناتنا الشخصية دي حاجة مهمة جدا. الموقع نفسه مؤمن كويس قوي، بس الدور علينا إننا نتأكد دايما إننا بنستخدم الرابط الرسمي للموقع عشان نحمي نفسنا وبياناتنا. نقطة تانية مهمة لازم نلاحظها: مش كل الخدمات اللي بنشوفها بتكون شغالة. لو لقينا جنب أي خدمة مكتوب تأتيكم قريبا، فده معناه إنها لسه تحت التطوير وهتكون متاحة في المستقبل القريب إن شاء الله. طبيعي جدا وإحنا بنستخدم أي حاجة جديدة لأول مرة ممكن تقابلنا مشكلة صغيرة أو يكون عندنا سؤال. البوابة موفرة حلول للمساعدة. أول وأسرع حل هو صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع. دي فيها إجابات واضحة ومباشرة لأغلب المشاكل والاستفسارات اللي ممكن تقابلنا. طيب لو المشكلة لسه موجودة، ممكن نتواصل مباشرة مع الدعم الفني على الخط الساخن الرسمي 15 999. وقبل ما نختم، في نصيحة أخيرة هتخلي التجربة أسهل وأسرع: نزلوا تطبيق الموبايل بتاع مصر الرقمية. ده بيخلي الوصول للخدمات أسهل بكتير، خصوصاً لو كنا برا البيت. في النهاية بوابة مصر الرقمية دي مش مجرد موقع، دي أداة بتدينا تحكم أكبر في وقتنا ومجهودنا. فالسؤال دلوقتي مش بس هل احنا جاهزين؟ لا، السؤال هو ايه أول خدمة هتخلصوها أونلاين؟